معلومه غلط اللي بيقول لك هحط زيت ال 20 50 و 15 50 المعدني في عربيتي عشان طبعا بينزل بسرعه ويغسل المكنه بسرعه، والكلام ده غلط. لو عربيتك كويسه استخدم الزيت التخليقي بالكامل اللي هو مواصفات عربيتك. هيسالوني يقولوا لي هو في زيت 20 50 و 15 50 نص تخليقي؟ اقدر اقول لك اللي فيه نص تخليقي منه. بالنسبه للزيت ده اللي هو نص تخليقي هقول لك عليه دلوقتي. الزيت ده اصلا ممكن ينفع للعربيات اللي هي لسه بتاكل زيت، لان الناس لما بتستخدم 10000 ويبدا ياكل معاها زيت هي مش في حاجه تعمل عمر الموتور بتاعها دلوقتي، فبتضطر ان هي تحط لزوجه اعلى شويه علشان تخف شويه من اكلان الزيت، فبتضطر تحط الزيت اللي هو 20 50 و 15 50 علشان يقل معاها من تاكل الزيت شويه، لان الزيت بطبيعته هو تقيل، بس لما يكون نص تخليقي يحافظك على الموتور من جوه على الاقل ما تبوظش الدنيا خالص. فانا النهارده جايب لك زيت ايه؟ الزيت ده 20 50 ده نص تخليقي، والزيت ده 15 50 ده نص تخليقي برده. الزيت شامبو اويل ده نص تخليقي، والزيت ده لتواني. وطبعا مش عاوز اقول لكم ان انا كنت في لتوانيا زي ما انتم شايفين كده، وكنت جوه المصنع، والمصنع ده بيصنع زيوت كتير جدا، ومن ضمن الزيوت اللي هي بتتصنع بتنزل جوه مصر هنا بماركات ثانيه. فشامبو اويل لتواني، والهدف كله ان انا لما اجي اقول لك حط زيت معدني، لا حط نص تخليقي لو انت بتستخدم ال 20 50 او ال 15 50. ومش عاوز اقول لك ان سعره محترم جدا، سعره طبعا احسن بكتير من اسعار زيوت كتير قوي معدنيه. بتستخدم زيت سعره حلو نص تخليقي اذا كان 20 50 او 15 50 في شامبو اويل لتواني صنع اسماء ثانيه زيوت موجوده هنا في مصر، فاعرف ان الزيت ده محترم جدا. فلما بقول لك على حاجه بقول لك حاجه انا جايب لك من المنشأ نفسها، وبزور المنشأ عشان اضمن الحاجه كويسه وبتخش في عربيتك والدنيا تمام. وتاني حاجه سعرها كويس. لما تيجي تستخدم الزيت النص تخليقي احسن بكتير وافضل بكتير لما تيجي تستخدم الزيت المعدني بالكامل. 20 50 وال 15 50 نص تخليقي حطه في عربيتك لو انت بتستخدم اللزوجه ديت في عربيتك وانت مطمئن. زيت محترم سعره كويس، بلد المنشأ لتوانيا، اتحاد اوروبي، حاجه ممتازه. توكل على الله.